السلام عليكم ومرحبا بكم معي في حلقة جديدة من مسلسل هذيك حياتي، حلقة قبل العرض على دوزام. هاد الحلقة اللي غادي نشوفوا فيها علاء اللي غادي يكتشف بأن نوران هي الابنة الحقيقية ديال بهار وكذلك أنيس. غادي يبقى يغوت على ميسون وغادي يبقى يلوم فيها، وميسون بقات غير كتبكي. من بعد غادي يقرر انه يخبر بهار وكذلك انيس بالحقيقه. ميسون حاولت انها تمنعه وضربته لوجهه وتبعته بالسياره باش انه ما يمشيش عند بهار. وبهار اللي غادي نشوفوها ضربات واحد الراجل اللي تهجم عليها هي والصديقه ديالها وسلمته للشرطه. وانيس اللي غادي نشوفوه لقى كينان وبلغ عليه الشرطه، وكينان كان خايف بزاف. وبلا ما نطول عليكم وندخلوا في تفاصيل الحلقه، البدايه غادي تكون مع ميسون اللي قالت الخاله ديالها انها رسات اللعبه ديال الابنه ديالها نوران اللي جابت ليها بهار. قالت لها هي تقلقات مني ودابا راها جالسه مع بهار. قالت لها هذيك البنت حمقاتك، ما خصكش تخليهم غير بوحدهم. قالت لها يلاه سيري عند الابنه ديالك وراضيها. ميسون فاش طلات عليهم لقات حتى انيس وكذلك الخاله ديالها. قالت الخاله ديالها هذا كيبان ليا شي حلم اللي خايب. انيس حتى هو جا، كنتهناو من الام كيجي الاب. شوفي كيفاش بداو كيتجمعوا مع بعضياتهم. والخاله ديالها قالت لها قلت لك ما خصكش تخليهم غير بوحدهم. من بعد ميسون غادي تهبط عند الابنه ديالها واعتذرات منها، ونوران سامحتها. عنقوا بعضياتهم. من بعد ميسون رحبت بانيس. قالت ليه امتى جيتي؟ قال لها كنت غير دايز. قال لها عيد ميلاد سعيد للابنه ديالك. قالت ليه شكرا ليك. قال لها هاد اللعبه مازال صالحه غير لصقوها غادي تقاد. من بعد قالت الابنه ديالها يلا خلينا نمشيو. بهار بقات كتشوف انيس وهو كيشوف فيها. من بعد اتصلت بيه الابنه ديال الاخت ديال كينان. بهار قالت لي واش ما غاديش تجاوب وهو يجاوب. مهم انيس جاوبها وقالت لي الخال ديالي جا وباغي يشوفك. قالت لي غادي يرسل لك اللوكاليزاسيون. قال لها صافي واخا. من بعد بهار قالت لي واش هذيك البنت اللي شفت الصور ديالها؟ قالت لي بلا ما تخليها تسنى سير لعندها. انيس بقى غير كيشوف فيها. من بعد مشاو خلاها حيت المهمه ديالو هي كينان. وعلاء غادي نشوفوه ناعس الابنه ديالو نوران. وبهار رجعت للمنزل ديال الاب ديالها بقات كتكلم مع الصديقه ديالها، وهو يجي الاخ ديال الصديقه ديالها. ادفع بهار وكذلك الاخت ديالو حتى طاحوا الارض. وانيس غادي نشوفوه بقى كيشوف في كينان من بعيد مع ابنه الاخت ديالو، وبقى كيقول كنتسناك سنين هادي. خرج من السياره وجبد المسدس ديالو، كان باغي يقتلو ولكن تراجع في اخر لحظه وقرر انه يعلم الشرطه. وميسون غادي نشوفوها كانت كتكلم مع الخاله ديالها. قالت لها بهار خدات مني الابن ديالي ودابا غادي تاخذ مني نوران. قالت لها نوران وبهار ولاو كيتعلقوا مع بعضياتهم بزاف. سلطانه قالت لها صافي بركه اشنو وقع لك؟ من امتى وليتي ضعيفه؟ رجعي لعقلك. قالت لها دوزنا بزاف ديال المشاكل حتى هذا الشيء غادي ندوزوه، غير خلي القلب ديالك قوي. قالت لها لا فين ما كنفكر في الموضوع كنولي بحال شي حمقى، كنحس براسي غادي نتخنق. قالت لها واحد البنت صغيره اولا طفله صغيره عندها ام وكتقول لها خالتي ماشي ماما، هادشي راه صعيب بزاف. ميسون تنادم معها الحال وبقات كتبكي. سلطانه بقات فيها ميسون اللي بقات غير كتبكي. طلبت منها باش تكون قويه. قالت لها انا ما بقيتش قويه كيف ما كنت من قبل. فاش القصه كتعلق بنوران كنولي ضعيفه. انا كنبغيها لدرجه انني ما نقدرش نتخيل حياتي بلا بيها. وفي نفس الوقت كان نازل علاء وسمع ميسون وهي كتقول للخاله ديالها انا خايفه بزاف. قالت لها في الاول الام ديالي ماتت من بعد الاب ديالي. قالت لها ما بقيتش قادره نصبر، ما بغيتش نوران تبعد عليا. قالت لها تخيلي ان بهار تعرف بان نوران هي الابنه ديالها الحقيقيه. في ديك اللحظه علاء تصدم وهو يقول لها ميسون وكذلك الخاله ديالها بقوا غير مصدومين وكيشوفوا فيه. هو قرب منها قال لي اشنو كنتي كتقولي؟ كيفاش نوران هي الابنه ديال بهار الحقيقيه؟ بقى كيغوت عليها، بقى كيقول لها واش بصح هادشي اللي سمعت؟ قال لها واش نوران هي الابنه ديال بهار؟ قالت لي اه بصح. قالت ليه من بعد ما ولدت بهار خدينا منها البنت وقلنا لها بان الابنه ديالها ماتت. من بعد عطيناها لواحد العائله، بقات عندهم نوران لواحد الفتره. من بعد خديناها. علاء قال لها كيفاش قدرتوا ديروا هذا الشيء؟ قالت لي حيت ما عمرني ما كنت غادي نولد. قال لي وعلاش الابنه ديال بهار بالضبط؟ واش ما كاينش شي اولاد وحدين اخرين؟ وهي تقول لي حيت هي اللي خدات مني ولدي. انا ما عمرني ما غادي نكون ام بسببها، عمرني غادي نقدر ندير عائله بسببها. خسرت الابن ديالنا. قالت لي هذيك راها بنتنا. علاء قال لها حنا ضروري خصنا نخبروا بهار، غادي نخبروها بكل شيء. قالت ليه لا ما يمكنش. قالت ليه لا. قال لها حشومه عليك، ديك هي الاخت ديالك، حشومه انك ديري فيها هذا الشيء. قالت ليه مستحيل، نورها راه بنتي انا. قال لها بهار كل نهار كتمشي للقبر ديال الابنه ديالها اللي كيحسب ليها ماتت. واش مبقاتش فيك؟ قالت لي انا درت غير الخير مع بهار. بهار راه هزت السلاح على كينان في الوقت اللي كانت الابنه ديالها في البطن ديالها. واش هذه هي الام؟ خاطرت بحياتها وبحياه بنتها. وانيس بقى في غيبوبه لسنين. قالت لي يلا قول لي كيفاش غادي يكونوا اب وام مزيانين؟ قالت ليه نوران راها كانت غادي تربى في السجن، ولكن حنا راه اهتمينا بنوران مزيان، خططنا لواحد المستقبل اللي زوين على قبلها.
انا الام ديالها وانت الاب ديالها. وهو يقول لها ما عندي حتى شي حل اخر من غير انني نخبر بهار وانيس ان الابنه ديالهم مازال عايشه. وسلطانه وقفته في ديك اللحظه وقالت ليه ما تنساش اننا خبينا الاسرار ديالك القديمه. قالت لي كون ما خبيناهمش كنتي غادي تدخل الحبس. قالت لي واش في نظرك ميسون كتستاهل هذا الشيء؟ وهو يقول لها وياك تفتحي هذا الموضوع حيت نتوما اللي ضيعتوني في هذاك الفخ، وانتوما اللي قتلتوا هذاك الراجل. قال لهم نتوما بزوج بكم ما غاديش تغيروا، دائما كتكذبوا وكديروا مخططات. سرقتوا الحياه ديال البنت من بعد سرقتوا ليها حتى بنتها. ميسون بقات كطلب من علاء باش ما يخبرش بهار. قال لها انت اللي خربتي كلشي بيديك، كلشي كان عندك زوج اللي كيبغيك وكيخاف عليك وعندك الفلوس، وفوق من هادشي كامل هادشي ما كفاكش. من بعد علاء مشاو خلاهم والسلطانه عنقات ميسون وبقاو غير كيبكيو. وانيس غادي نشوفوه اتصل بالمفوض اولا الضابط عمر وخبروا بالمكان ديال كينان. الضابط طلب منه باش ما يدير حتى شي حاجه، قال لي انا غادي نجي دابا. وانيس قطع عليه. والاخ ديال الصديقه ديال بهار بقات كتبكي وواعز عليها الموت. قالت لي كيفاش قدرتي تلقى هاد البلاصه؟ قال لها كنت كلمتي مع الجاره ديالك باش تطلبي منها الاغراض ديالك، والزوج ديالها راه الصديق ديالي. قال لها ضربناها وخليناها تعترف بكل شيء. قال لها مسكينه دخلت المستشفى بسببك. بقى كيهدد فيها. كانت مرميه هي وبهار في الارض. من بعد بدات كطلب في المساعده وبغى يضربها وبهار عنقتها. وانيس غادي نشوفوه اتصل بابنه الاخت ديال كينان واعتذر منها. قال لها انا مازال في الطريق كاين زحام بزاف. قالت لي ماشي مشكل. وكينان قال لابنه الاخت ديالو الا كان غادي يتصرف معاك من اول لقاء انا غادي ندمرو، حيت ما عجبوش التصرف ديالو نهائيا انه يبقى يتسناه. قالت ليه لا هو انسان مزيان. وهذاك الراجل غادي نشوفوه كان كيهدد بهار والصديقه ديالها، جر الاخت ديالو بقى كيهدد فيها. وبهار هزت واحد المزهريه وضرباتو الراس، بقات كضرب فيه حتى فقد الوعي. والاخت ديالو قالت لبهار واش هو مات. وكينان غادي نشوفوه كان في المنزل ديال ابنه الاخت ديالو وجو الشرطه اولا النادي. مهم الشرطه جاو، واحد من الرجال ديال كينان مشى باش ياخذ السلاح ديالو من السياره. وانيس حط عليه السلاح دار ليه هذاك السلاح ديالو. وهذاك الراجل قال لي واش هذا انت مره اخرى؟ قال لي الاول كان الصديق ديالكم ودابا انت. ضربو ورماه في الكوفر ديال السياره. والضابط عمر بقى كيطلب من كينان باش يخرج. وكينان غادي نشوفوه هرب هو وجمال في واحد اليخت. والضابط عمر تعصب بزاف فاش شافهم هربانين. كينان بقى كيقول الجمال شكون اللي بلغ علينا. والاخ ديال الممرضه زحل غادي نشوفو كان كيتمشى وطلبت منه بهار باش يساعدهم، يعني باش يجر معاهم هذاك الراجل. المهم هبطوه الارض قدام الباب. من بعد بقى كيتكلم هذاك الراجل بقى كيقول اشنو وقع. وقال بهار علاش ضربتيني. والاخت ديالو ضرباتو قالت ليه انت واحد حقير. والاخ ديال الممرضه قال لهم شكون هذا الراجل. وبهار قالت ليه ماشي مهم هذا واحد حقير. قال بهار واش انت اللي ضربتيه؟ قالت ليه بلا ما تكثر في الاسئله. من بعد جاو الشرطه. الاخ ديال الممرضه كان خايف على راسو بزاف. وعمر قال الابنه الاخت ديال كينان هذاك الخال ديالك القاتل هرب مره اخرى. قالت لي خالي ماشي قاتل. قال لها الخال ديالك راه مجرم وقتل الاطفال. من بعد مشى انيس قال ابنه الاخت ديال كينان اشنو وقع. قالت لي كيقولوا بان الخال ديالي قاتل. ما بقيتش قادره نصبر. قال لها صافي بلا ما تخافي. قال لها خذي الصاك ديالك وخرجي انا غادي نتكلم مع السيد عمر ونفهم من عنده القصه. وهو يقول لي صافي واخا نتكلموا السيد دينيس. وعمر قال انيس حتى لامتى غادي تبقى تلعب هاد اللعبه؟ هاد البنت اخي اكيد غادي تعرف بانك انت هو انيس. قالت لي انا راني قال لها عفوا. قال لي انا راني كنت مفقود من شحال هادي ما غادي تلقى حتى شي حاجه لا في الجرائد ولا حتى شي حاجه. عطاه السوارد ديال السياره. قال لي سير شوف هذيك المفاجاه اللي وجدتها ليك، يعني واحد من الرجال ديال كينان. والشرطه غادي نشوفوهم خداو هذاك الراجل اللي تهجم على بهار والصديقه ديالها وكان باغي يهدد بهار. قالت لي انت واحد حقير مازال باغي تهددني. والاخ ديال الممرضه قال الاخت ديالو هاد بهار شوفي اشنو دارت في هذا الراجل وخرجت راسها من هاد القصه. قال لها خصنا نردوا البال مزيان قبل ما تسلمنا حتى حنا للشرطه. من بعد بهار قالت لهذيك الممرضه واش قلتي شي حاجه؟ قالت لي لا غير قلت لي يستاهل هادشي اللي درتي فيه. وعلاء غادي نشوفوه قال ميسون نوران خاصها ترجع للام ديالها، خاصنا نصلحوا هاد الغلطه اللي درتي. علاء مشى كيتكلم مع نوران اللي كانت ناعسه. قال لها انت عزيزه عليا بزاف وبغيتك بزاف ولكن خصك ترجعي للاباء ديالك الحقيقيين. من بعد خرج وبقات معها ميسون بقات غير كتبكي. وبهار غادي نشوفوها في المنزل ديالها وكانت كتحلم بالابنه ديالها. من بعد بقات كتشوف في الملابس ديال الابنه ديالها اللي كانت صغيره، بقات كتشم في الرائحه ديالهم وكتبكي وبقات تقول فين مشيتي وخليتيني. وفجأة الصباح غادي نشوفو نوران فاقت وفيقات الام ديالها. قالت لها علاش نعستي بالملابس ديالك؟ قالت لها واش كنتي كتبكي؟ قالت لها كنت كنبكي. هي تقول لها علاش؟ قالت لها حيت اليوم عيد الميلاد ديالك وانتي كبرتي عام اخر. قالت لها ما تبقيش تبكي مره اخرى ماما. من بعد وراتها اللعبه. قالت لها بابا صلح لي هاد اللعبه اللي جابت لي الخاله ديالي. من بعد سولاتها قالت لها فين هو الاب ديالك؟ قالت لها هو نزل وقال بانه غادي يخرج.
ميسو نزلت كتجري باش تبحث على علاء. شافت علاء هو كيتكلم مع الام ديالو. قالت لي فين غادي؟ قال لها غادي للحي باش نتكلم مع بهار. المهم نزلت كتجري تبعاتو، وقفت قدام السياره. قالت ليه نزل من السياره وخلينا نتكلموا. قال لها بعدي عليا. المهم علاء نزل قال ليه يلا قولي اشنو بغيتي، واش بغيتي تقولي نفس الكذوب ديالك؟ نورا راها بنتي انا وغادي نموت الا بعدت عليا، ما نقدرش نعيش بلا بها. قال لها ميسون نورا راها ماشي بنتك، نورا ماشي الابنه ديالنا. فديك اللحظه ضرباتو لوجهو، عطاتو واحد الصرفيقه وقالت لي قلت لك اسكت. قالت لي كيفاش قدرت تتكلم بهاد الطريقه معايا؟ ياك انا كنت الام ديالها هاد السنين كامله، هاد 5 سنين انا اللي ربيتها. قالت لي كيفاش قدرت تقول بان نوران ماشي الابنه ديالي وماشي الابنه ديالك؟ قال لها برافو عليك. قال لها واخيرا ضربتيني وغالطه فوق من هادشي كامل. من بعد خرجت نوران قالت لهم اشنو واقع بيناتكم، علاش كتخاصموا؟ ميسون قالت لها لا بنتي حنا كاع ما كنتخاصموا. فديك اللحظه علاء استغل الفرصه وركب في السياره ديالو ومشى. ميسون تبعته وبقات كتغوت. قالت لها ميسون، نوران قالت لها ماما اشنو واقع؟ قالت لها حتى شي حاجه، غير كنا كنضحكوا انا والاب ديالك. طلبت من المساعده باش تاخذها ولا المربيه ديالها. من بعد ميسون ركبات مع السائق، قالت لي غادي نمشيو للحي. المهم السائق تبع علاء، بدات كتصوني ليه ميسون ما بغاش يجاوبها. طلبات من السائق باش يوصل عليه ووقفو. بدات كتكلاكسوني عليه وهو بقى كيقول اشنو كتحاولي ديري ميسون. وبهار غادي نشوفوها بقات كتحكي للصديقه ديالها انها رجعات كتحلم بالابنه ديالها. قالت لها انا تمنيت واحد الامنيه في العيد الميلاد ديال نوران. في العيد الميلاد ديال نوران تمنيت ان الابنه ديالي تبقى عايشه، تمنيت انها تكون مازال على قيد الحياه. قالت لها واخا انا عارفه هادشي ما غاديش يوقع. قالت لها خاصني نتقبل الموت ديال الابنه ديالي وما عارفاش كيفاش خصني ندير. المهم مشات جبدات الملابس ديال الابنه ديالها، بقات كتشم في الرائحه ديال الابنه ديالها وكتبكي. وكانت هذه النهايه ديال الحلقه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.